يا هلا، صباح الخير. النهارده باخد خطوة كنت مأجلاها بقالي 3 سنين حقيقي. وكنت مأجلاها بقالي 3 سنين لسبب ان انا كنت عايزاها كاملة بالطريقة اللي انا عايزاها وبالشكل اللي انا كنت عايزاه. هي كانت قدامي من 3 سنين، وانا ما كنتش راضية اخدها وكنت عايزاها بشكل معين. والشكل المعين ده ما كانش محسسني بالرضا، او ما كانش مخليني ابقى مبسوطه قوي. فقلت خلاص انا كل شويه هاجلها، وكل شويه فعلا كنت بتابعها عشان اشوف هي وصلت للحاجه اللي انا عايزاها ولا لا، او للشكل اللي انا عايزاه ولا لا. وما كانتش دايما بتوصل للشكل اللي انا عايزاه. كانت يعني هي كان ليها شكل وبعدين اتغير، فانا كنت عايزه الاقي الشكل الاول، انا مش عايزه الشكل التاني ليها. فالنهارده خدت قرار الشهر اللي فات دوت ان انا لا، انا لازم ابدا اتحرك. انا الحاجه دي بالنسبه لي، والحاجه دي لايقه عليا وبالنسبه لي انا عايزاها. بس مش هقعد استنى السنين تعدي لحد ما توصل للشكل بالظبط اللي انا محتاجاه، او للشكل المثالي اللي انا متوقعاه. لا، انا هرضى بيها بالشكل اللي هي فيه النهارده كده. هستمتع بيها بالاستمتاع بتاعها اللي هي فيه النهارده. انا موجوده النهارده بس معرفش بكره انا هبقى فين. فأجلت 3 سنين، يمكن كان خير. بس يمكن رسالة النهاردة دي بتقول لأي حد مأجل خطوة أو حاجة مش عايز ياخدها عشان هو مستني الشكل المثالي. إن الدنيا حر قوي النهاردة ليه؟ عشان هو مستني الشكل المثالي قوي. خد خطوة، اتحرك. الحاجة اللي انت عايزها، انت عايش النهاردة. the power of now، قوة الآن وقوة اللحظة اللي انت عايش فيها النهاردة دي هي اللي انت تملكها. بكرة ده انت ما تعرفش عنه حاجة، ما تعرفش هتبقى فين ولا بتعمل ايه. فاتحرك وخد خطوة النهاردة واستمتع بالحاجة زي ما هي بنقصانها، بالطريقة اللي هي موجودة بيها. مش لازم نفس الشكل اللي في خيالك بالظبط.